يعني الأطفال بعازة كل شيء، لا مدرسة مثل الناس، لا لباس مثل الناس، لا أكل مثل الناس. يعني شلون خلقوا على الكون وعلى المشاجرة وعلى يعني الترباية مو كويسة. يعني شلون يعني مثل تقولين استوحشوا على بعضهم، يعني ما شافوا شيء من عمرهم لسه ولا شافوا شيء من دنياهم. جو على اللجوء وعلى الحرب وعلى ما كانوا يعرفون الطيارة، ما كنا نشوفها بالمناسبة والله العظيم. هاي إذا عدت في السلاح كذا والطيارة كذا يعني صار عندهم مثل ما تقولين اكتئاب، صار عندهم عقدة نفسية. كنا جاني جبت ولدين بالنزوح ومو بكيف يعني فرطوا اللولب وكنت شادة، وجبت ابني أول وثاني ولد عادي وبدي أشوف، لأن ما نقدر نحق الدكتور إيش مدرينا إنه يصير علينا هيك. لو ندري يصير علينا هيك ما جبنا والله العظيم، ما ندري إنه يصير علينا هيك. هسه حفوظاتنا بناء ما نقدر نجيب. لازم هسه على المدرسة هاي للأطفال تدرس تتعلم، بس إنه صارت للناس الحين وين العالم تريد تروح؟ ما عدا بيوت، لا عدا ماء ولا عدا شيء. أهم شيء العلم، يعني يقولوا العلم نور والجهل ظلام. ظلينا 20 سنة متجوزين وما صار لي ولاد، لا بنات ولا ولاد. جوزته بعد ال20 سنة، ظلت 3 سنين عندنا مرة، خلفت بنية واستلت سيارة وربيتها وجوزتها. مدي انه الله مسوي لي، ورحت للشام وما خليت. لما ظلينا قطعنا رجع وزلمه مسكين قلت له تجوز. رحت عاد على الشام والله سبحان الله باسبوع زمان انطفى. ياخذون نظرة على المرأة، يعني انه مثلا ما تخلف، يعني من اول سنة اذا ما خلفت يقولون هاي ما تجيب اولاد، يعني هاي ما تخلف. يعني سنة سنتين يقوموا يقولون لزوجها والله اتركها طلقها او تجوز عليه، لانه هاي ما تجيب اولاد. هنا يكسرون المرأة، يعني تصير المرأة شلون تحس حالها ضعيفة، يعني تحس ما بشي يدعمها، تصير نفسيتها مو مرتاحة. يعني مثلا الحزاني لي تقريبا 5 سنوات لحديت الآن ما صار عندنا أولاد، بس هالشي هذا يعني معقدني كليا. انتي مرة ضلع قاصر بس هو زلمة، يعني ايش ما بده يساوي، يعني يروح يتجوز عادي، وانتي بدش تتحملين انه تجيبين مرة وتشاركك بزوجك، او ما يصبر عليش لما ما يشوف يمكن يصير عندك أولاد. في ناس ما تصبر، يعني في ناس سنة سنتين تقوم تفكر تتجوز فورا. بهالحالة يكون منها الانكسار، انكسرت هي يعني. بس انه اذا فكر زوجي انه يتجوز، يعني افضل اني اتركه، بس ما انه اتقبل انه تجي مرة علي. بيت عمامها لانه هي ابوها ترك لها ورثة، قاموا يقولون يا اما تاخذين الورثة تعطينا الورثة يا اما نتجوزك قصب، يعني بعادات حيارات وكذا، يعني انه يحير عليها، احير عليك وما خليش تتجوزين على غير حدا، او مثلا تعطينا الارض والمصاري. تقوم عاد هي ايش بدها تساوي؟ بدها تتنازل عن الارض والمصاري بس بسبيل انه يتركها تتجوز وتشوف حياتها. خذ جبل عبد العزيز، يعني ما تاخذ من الميراث من الاهل شيء. يقولون الزلمه له الميراث، اما انت البنت انت بدك تاخذين ميراث تاخذينه لزوجك. يعني من المفروض الام والاب يكونون متساويين بيناتهم. يعني مثلا اليوم انا ما اميز ابني عن بنتي، لا، يعني من المفروض البنت والشاب يكونوا نفس الشيء. يعني مثلا اليوم اظل ازرع الفكره بعقل اولادي انه انت واختك نفس الشيء، ما بفرق، انت شخص وهي شخص، يعني مو انه انت والله زلمه وهي مره، لا. يعني بهالحاله هي كذا شوي شوي نقدر نتخلص من هالعادات وهالتقاليد وهالفكريه المتخلفه، يعني شوي يفتحون الاجيال الجايه على يعني على حياه احسن، يعني على فكر احسن، يعني انه البنت والشاب متساويين. لازم يفكرون انه هالعادات والتقاليد هذيش قديمه ما نرجع عليها لورا. لازم نمشي اطفالنا على حياه تشاركيه، يدرسون يتعلمون يتثقفون، يعيشون حياه تشاركيه بيناتهم قبل ما يعيشونها مع المجتمع. انه الطفله ما تحس حالها هي او الطفل انه هي عدد زائد. الاغلبيه ببعضهم يعني ما يخلون البنت تكمل دراستها، يعني عندش للسادس يوقفونها، يعني يقولون البنت ما تطلع ما تفوت، ما يخلونها تكمل.
يعني مثلا اليوم الزوج يبعث مرته على دكتور، يعني ما يفضل يبعثها على مرة، ما تروحين على دكتور زلم. ليش؟ والله ما يصير تروحين على دكتور زلم. طيب إذا أنت بنتك ما قاعدة تخليها تتعلم تأثير لها مستقبل، يعني تأثير مثلا دكتورة لحتى تيجي المرة عليها. ما في وان زي زاروكاتي هي دبي ام في ما في بدن وان دبي وان زاروكانا خوديكن اج حمالي ده يعني نكو فام اف زاروكاني دبي وان زاروكا بردم مثلا حمي بيوستي وان تشبو خو فيج يعني جيان بكن بيوستي واجبه كيماي ما افتشت اني ما افزارو كان اني في دنياي دبي متغوري ويج رابن يعني حاجتي واني دبستاني بن حاجتي واني وكي دمبن يخوندني بن ينقوي بن دبي فانزارو كان بريكوبيك بكن خاصه اف تكنولوجيا زيده باندور سر فانزارو كاكري تشاوا باندور كريه حمتشتي دبينن حمتي بتعرف دبين افتشت هي قلت لك هي دبي يكو تخف ديلاني دبي خو بهجينه دفرده يه زاروكا بين جي يكو بوخا زاروكا بينه دبي حمد شي فان زاروكا بقدمين يعني خوارم به وخوارم به جلوبرگ بن واجباتي واني مدرسه بن يعني دايك رولا هري گرند جواكه ده دايك يكو هي فان زاروكا خودي دك دايك دبري ده زاروك پرتاني جيانا بري نو كيان هاي زاروك إبري نوك يعني هانه أري أف زاروك تفاف تتقوى زاروك أني بس سر حسابي كيتينا سر حسابي صحة أخوتينا يعني أريم دبيجن والله متشارو بينج وشش ومده آنيتن ليد أنجامي ده تشفي دكر تصحة أخول سركري حياتك مجي جيانك مجي هي دبي أجي حياة أخو بكم راس أزمان زاروكاتينا مخدي كريا زوان مزن بكم لأن سر حسابي صحة أخو دبي أجي هاتم في دنيا دبي أجي حياة أخو بكم أز بخوا دايكا سي زاروكامي أز بخوا نخوش از نکارم آن از ایده سه زاروک از نکام بینم بریار زاروک بونه دیو باف داده راست دیو باف داده نتنی مثلا دی و نتنی بافجی دیو باف داده الروشة خويا تندرسي جد نارن دست بيك انسان دوت روشة خويا تندرسي مناره شبكو انا مثلا روشاتي تندرسي خراب وتشلو مع زاروك خدي بك جبت اول مال وليد وبعده 5 بنات البنية الخامسة قمت ابكي قلت اريد وليد اخو ابني كلها بني ادم يدور الكثرة اللي عنده 5 ولاد يقول لازم عندي 6 اللي عنده 6 يقول لازم عندي 9 انا ما عندها ولاد بدي اروح اتزوج عليها تيصيروا لي ولاد تيصيروا لي بنيات والله هذا اخوي ساعه اقول عندك بنياتك ما شاء الله لي جيت فيتت على البيت بنياتك مكيفات عليك ويشتغل لك الى 50 سنه بده ولاد ال50 جزء فوق ال50 يقول بدي ولاد صغار الكبار هذه كل من راح يشتغل بدي ولاد قبل احنا الاولين ما ابي مانع وما ابي كذا يجيبن 10 فوق ال10 يجيبنا الاوليات هسه قايمه الناس تعرفين تستخر قايمين يمنعون وكذا يجيبون 4 5 يكفي في 2 ناس بي مقتنعه ب2 في ناس مقتنعه ب4 يقول يكفي عندنا 4 يكفي في ناس يقول لا ما يكفي في ناس فقراء ما تقدر على تشيل وهذا المرضان وهذا الشيء ويصير كثير ناس عايش على القدره 4 5 6 بزياده